ليه الراجل بيتضايق لما بتبقى زوجته ليها دخل مادي كويس؟ ليه بتبقى دايما حاسس بالخطر لما بتبقى الزوجة قادرة ان هي تعتمد على نفسها بشكل كلي، ان هي قادرة تعيش لوحدها، سواء عندها الشقة اللي تقعد فيها، عندها الاهل اللي يخلوا بالهم منها، عندها شغلها، هي نفسها شخصية قوية وقادرة تبقى في المجتمع لوحدها تتعايش. اعتقد ان انت لو انسان سوي هتبقى مبسوط بحاجة زي دي، لان هي مادام عندها القدرة دي فهتبقى قادرة ان هي تبقى معاك في لحظات ضعفك، لو لا قدر الله مريض، لو لا قدر الله في حاجة. ليه دايما بتاخدها على ان هي هتستقوى عليك؟ هي في الواقع ما فيش ست تحب ان هي تستقوى، ولكن هي الفكرة ان هي ممكن تضطر تعيش مع الرجل الخطأ او المؤذي، لان هي مفيش دخل ليها، مفيش مكان تقعد فيه، مفيش حد حواليها، فتضطر تعيش معاك. فلو اضطرت تعيش معاك لهذه الأسباب فدي حاجة تهين رجولتك جدا. لكن لو هي معاها كل ده، لكن عايشة معاك لأن أنت إنسان محترم، علشان أنت زوج كويس، علشان أنت أب كويس، علشان أنت رجل، علشان أنت إنسان مسؤول، فوقتها هتبقى يعني مبسوط بجد إن هي معاك، وهتبقى محترم نفسك إن هي معاك. فيا ريت ما تاخدش دايما عزيز الرجل قوة المرأة عليك، ولكن قوة المرأة تحسب لك إن صح التعبير. وعلى فكرة، احيانا كتير المرأة بتبقى قوية ومسنودة قوي وشخصيتها يعني يشار اليها بالبنان لما بيبقى الرجل قوي، فبتستمد قوتها منه وبتتعلم منه ان هي تبقى قوية. ده لو راجل صح. كل امرأة قوية وراها رجل قوي، واحيانا تانية للأسف المرأة بتبقى قوية وبتتعلم تبقى قوية، وازاي يعني تخلي بالها من نفسها، لان الرجل اللي معاها مش راجل صح. فانت تحب تكون ايه؟